اثر في شخصيتك اكتر؟ مين اللي اثر في شخصيتك اكتر؟ مستر فيرا، يعني عشان خلاني اتقبل كل حاجه. مستر فيرا ده انا ما كنتش بلعب معاه بصفه اساسيه، كنت على طول بنزل شوط تاني، بس خلاني اتقبل حاجه كان صعب عليا ان انا اتقبله، ان هو يبقى قاعد احتياطي وينزل يبقى مؤثر في الفيديو. بالظبط كده، هو مستر فيرا من الناس اللي اثرت. طيب احمد وحيد معانا بيغني راب حلو قوي، عايز كان يسمعنا حاجه كده سريعه. اتفضل. هو انا بنزل بيتات من على النت، بنزل بيتس من على النت مزيكا وانا بكتب عليها، بس انا عندي برد النهارده، انا بكتب عربي وانجليزي ان شاء الله اسهل. Mine, victory is mine. Yeah. Go with the beat. I'm a Muslim Ahmed Wahid Ramadan my triple name. My hate Massonism, Zionism was the claim. I hate everything about this religion of Islam. I'm proud of being a Muslim, not ashamed. I declare my hostility to you. أنا اتلخبطت أصلا من الأول. يا ابن حد تسجيل. معلش أنا من الأول. Mine. Victory is mine. Yeah. Go with the beat. I'm a Muslim Ahmed Wahid Ramadan is my triple name. My hate Massonism, Zionism was the claim. I hate everything about this religion of Islam. I'm proud of being a Muslim, there is no shame. I declare my hostility to you at the top of my voice. No one forces me to do so, I see that by my choice. That really comes at the bottom of sowing hard. The struggle against you is a cause I never let apart. Whatever you experiences, I won't give up the fight. I believe in a true God, He gave me unbearable might. The one who wears face never suffers a defeat. Whatever happened, you will never beat Ahmed Wahid. No, you beat me. No way you defeat me. Impossible, you can kill me. Even you do, I'll be mad from the world. لا يمكن تهزمني. لا يمكن تكسرني. لا يمكن تقتلني. حتى لو مت راح أموت شهيد. إلى كل العاطلين في جمهورية مصر العربية جاءنا البيان التالي. عاوز تشتغل؟ عند أمه يا أدهم. بقالي سنين عاطل مفلس مش لاقي آكل، نفسي بشتغل يا كبير. طب نفسي اشتغل مرة وانطرد بعد المرة، بس ما بقى اشتغلت يا كبير. بقالي سنين عاطل مفلس مش لاقي اكل، عشت مليانه غم ما فيهاش غير المشاكل، شهادتي عاليه لكن بطاقتي فيها حاصل على الخيبه والسواد، ما انا اخري هبقى عامل، ما بعد سنين علام هروح لعاشر يدفنوني، او اي شغله ب 100 جنيه وفيها يطهقوني، انا عاوز شغله حلوه وفي اللي درسته توظفوني، اظن ده حقي مش مستني تكرموني، قلت ايه يا خونا طول عمركم تكرمونا، معاكم كتير كتير ليه دايما بتجوعونا كده عشان دايما تحكمونا وتنهبوا حقوقنا وبراحتكم تسرقونا، يعني ايه جاهل ياخد 10,000 جنيه وواحد تاني متعلم مش لاقي الجنيه، ويعني لازم اكون ابن وزير ولا ابن بيه عشان تعييني يجي فجأة الدور عليه. بقالي سنين عاطل مفلس مش لاقي اكل، نفسي بشتغل يا كبير. طب نفسي اشتغل مرة وانطرد بعد المرة، بس ما بقى اشتغلت يا كبير. خدتوا كام يا اللي بعتونا للصهاينة والكلاب عشان بيه تدمروا كل احلام الشباب، مليتوا الدنيا بؤس جحيم وعذاب، خليتوا شعر راسنا في عز شبابنا شاب، نفسينا في شغل حلال نفسينا في الجواز، لكن يا خساره ما معناش حق الشقه والجهاز، لو فتشتونا فجاه هتلاقونا ما معناش لا حق خاتم فضه ولا حتى ازاز، ليه تسيبونا للشيطان للبانجو والبشام، ليه تسيبونا نسرق نبلطج نشتغل في الحرام، عمالين تعشمونا بالوعود والكلام، وتاري كل كلامكم كدب خداع اوهام، لو بس ترحمونا منكم 3 سنين ما تسرقوش ما تنهبوش فيها حق المصريين، كان زماننا في المدة دي عايشين متهنيين وكمان متجوزين. بقالي سنين عانس مفلس مش لاقي خالص، نفسي بقى اتجوز يا كبير.
طب نفسي اتجوز لحظة واطلق بعد اللحظة، بس اسمع ابقى اتجوز يا كبير. سوري يا رب. ليت الوظيفة تبقى عروسة. برافو عليك. لا وقفنا عند مين؟ اتفضل يا باشا. محمد اسماعيل سعيد. هل كان كلاكما يتوقع عودة ثورات الدولة ولا أم العكس؟ والله بص، هو في الظروف اللي